أنا مش من الناس اللي بتخاف بسرعة، بس اللي حصل لي في الفندق ده خلاني أراجع كل حاجة أنا مؤمنة بيها. كنت في رحلة شغل والفندق كان هادي جدا، يمكن أهدى من الطبيعي. وصلت متأخرة وكنت هلكانة، فقلت أول أوضة فاضية وخلاص. الراجل اللي في الاستقبال بصلي بنظرة غريبة كده وقال لي: في أوضة فاضية يا فندم، رقم 13. ضحكت وقلت له: عادي يا عم، الرقم مش بيخوفني. اداني المفتاح، بس وانا ماشية حسيته بيتنهد كأنه بيقول جوه نفسه: ربنا يستر. أول ما دخلت الأوضة حسيت بريحة تراب قديم، كأن المكان ما تنضفش بقاله سنين. النور كان ضعيف وفي مراية كبيرة قدام السرير، كانت غريبة، كأنها مش مراية عادية، كأنها بتبصلك مش بتعكسك. وأنا بغير هدومي سمعت خبط خفيف جاي من الدولاب، خبط متكرر مش طبيعي. فتحت الدولاب، مفيش حاجة، قفلته. لكن وأنا ماشية سمعت حاجة زي الهمس جاية من ناحية المراية. بصيت فيها، شفت ضباب خفيف جاي من جوه الإطار، وبعدين لمحت ظل ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت أبص للمراية تاني، كان في إيد سودا بتلمس الإطار من جوه. قلبي كان هيقف. حاولت أفتكر أي دعاء وأنا مش قادرة أتحرك. النور قطع فجأة والأوضة بقت ضلمة جدا. في وسط السكون سمعت صوت نفس قريب جدا مني، كان بيهمس: أنت